تسلسله الثالث بين أولادي. يعتبر كأصغر مصور فوتوغرافي في تاريخ العراق. ما أكون مغرور بس أكون فرحان. الجمعية حضنت هذه الظاهرة. أنا اسمي قمر هاشم النعماني، عمري 10 سنوات، بصف الخامس ابتدائي، وأنا شاطر بالمدرسة. انولد 2003 بعد الغزو على العراق تقريبا 6 أشهر، والغزو يعني أثر عليه، لأن انقصف مدينة النعمانية عندنا انقصفت 3 بيوت، من ضمنها البيت اللي احنا بيه، وأمه حامل بيه، هو حوالي 6 أشهر عمره، يعني بعد ما من ولد العفو، والبيت كله تهدم عليهم. فتولدت يعني عند أمه حالة نفسية يعني بهذا الوضع. فبعد الولادة فترة طويلة شرحنا له الوضع عن هاي الولادة، يعني قصة ولادته. فهو عنده رهبة من الأمريكان ببدايتها، وبعدين تعود قام ياخذ صور للأمريكان ويمسحهن، يخاف يعني ما يعرف شنو الأمريكان شنو الغزو. فبقت يعني لحد هاي اللحظة عنده هاي رهبة الولادة. هو بالروضة عمره 5 سنوات كان، أبوه يعوف الكاميرا يعني هو ياخذها ويروح يعني يلتقط لقطات، يجي يشوفني إياها. أنا يعني صدق يعني حبيتها، ويعني حلوة لأن حلوة لقطاته. فأنا شو أقول له خاف أبوك يقوم يحكي عليك، هو يقوم نوبات يمسحها، نوبات يعني هيك يجي يقول له أخذت هاي اللقطة هاي. بعدين يعني استمر هو. فأنا من كنت أروح يعني مثلا أنعزم حنة مال البنات هاي، هم كنت أخذه وياي، أخذه هو يصور الحفلة. فالبنات يقول لي شو هذا صغير، خاف ما يعرف، خاف ما أدري شنو، يعني ياخذ لقطات يشوفهم وياه هم يتعجبون. فترة رياض الأطفال نطلع المناسبات الثقافية الفنية، المهرجانات، الحفلات العائلية، فأخلي أدوات الكاميرا يمه، وهو يعني يلعب بالأدوات، يشوفين، يريد يعرف شنو ذن يعني الأدوات، ليش، شنو العدسة، شنو يعني يريد يعرف. وهو الطفل من يسأل يقوم يعني يفتهم أكثر. فأخذت كم لقطة أنا ما أدري بيها بالكاميرا مو الفيلم، مو هاي الكاميرا الديجيتال، وهنا أشوف أنا ما ماخذ هاي اللقطة. فحسيت أكو نوع من أنواع الحب للتصوير أو الفن بداياته يعني، وإن كان قليل. فعرضت على المختصين، وكان خايف من عندي، خاف أذي، فعرضت على المختصين بالتصوير، وهم بالجمعية العراقية للتصوير، منهم السيد كريم البعاج وصباح الجماسي وآخرون. فقالوا هذا يعني عنده موهبة بالتصوير، فخلينا ننمي هاي الموهبة ونشجع عليها. أنا عندي هواي أصدقاء، منهم مصطفى حسين عيدان، مصطفى أحمد جبر، وعباس حامد، وعباس حيدر، وعلي عبد العظيم، وسجاد موسى. وأول معلمة درت بيها أنا أصور ست قسمة بالروضة، فهي شجعتني وهاي فعلمتني وسوت لي أوقات بين الدراسة وبين التصوير. حسيت بأنه هو عنده رغبة بالتصوير عكس إخوانه، يعني منهم بالرسم، منهم بالتطريز. فهو يعني هو كل طفل يولد موهوب، فأنا هذا شفت موهبته بالتصوير، شجعته على هالموضوع. قمت أعطيه الكاميرا يعني بعمره الصغير ويصور ويجي يشرح لي، فأعطيه الأخطاء يعني هم على قد يعني عمره، يعني هو صغير، وأعطيه أخطاء يعني مو بشكل فني. بنقدر عليه، مو أقول لك يعني. وهذه هو شو يسوي من يريد يعني مثلا يلتقط صور ويريد يعني يطلعهن من الكاميرا، من مصروفه يجمع، ما يكفن هو، فيقول للوالده يعني ويساعده والده. تسلسله هو قبل الأخير، أخته الكبيرة وأخوه سيف وهو قمر وإسلام، تسلسله قبل الأخير. علاقته بالعائلة علاقة جيدة، هو تبدأ من الأم، لأن خلف الكواليس هي الأم، في ترتيب معارضة، في ترتيب ذهابه وإيابه، مصاريف، شغلات. فهو من الأم يبدي، وأنا أشجعه، وعلاقته بي قوية بالشارع. وتقريبا يعني علاقة البيت جو يعني مهيئة جو مناسب لهوايته. قمر تهيأت لظروف معينة يعني بروز موهبته بهذا الجانب، قد تكون أيضا هي جانب من عنده، هو يعني أيضا هو موهوب في هذا الاتجاه، لكن اهتمام قمر أتى في هذا الجانب. يعني نلاحظ بأنه
كان العائلة هي عائلة تهتم بالفوتوغراف، أيضا يعني امتلاكه لآلة تصوير ومجيئه إلى بغداد لعدة مرات واختلاطه مع مصورين فوتوغرافيين، وبالتأكيد لولا اهتمام قمر بمجال التصوير بالتأكيد ما كان برزت عنده هاي الموهبة. فمنها أتى يعني قمر برز كظاهرة وكحالة يعني بكونه يعني مصور صغير ودائم الإنتاج. يعني أنا أشوفه دائما بالمتنبي يحمل كاميرته ويعني يقوم بتصوير عدة فعاليات اللي بالمتنبي وعدة شخصيات معروفة، وله الجرأة في دائما حمل آلة التصوير والتصوير في يعني في عدة أمكنة. بالبداية يعني كان يخلط بهوايته وبدراسته من خلال الروضة، فمعلمة عنده بالروضة اسمها ست قسمة، وهاي لها دور كبير بتنشئته بالبداية من خلال المدارس ورياض الأطفال، فخلته يقسم وقته بين الدراسة وبين من الروضة. واحنا كذلك همنا يعني اعطيناه وقت معين للمدرسة ووقت ينتهي الدوام، يجي العصر يبحث عن المعارض، يبحث عن المهرجانات، يبحث عن الأماكن اللي يلتقط بها الصور، الحدائق العامة، من خلال بعد القراءة بعد القراءة يستمر بالتصوير. جيت لابوه قلت له هذا عنده يعني همين شلون انت مصور هسه يطلع اهم عليك يعني نفسك. فهو نمى الموهبه مالته وشجعناه يعني، وقام وين ما يروح ياخذه وياه ابوه، اكثر شيء ياخذه وياه للمتنبي. قمر يسكن في محافظه الكوت، وعندنا هناك فرع بالكوت، واحتضن فرع الكوت يعني قمر واحتضانه لاعماله، واقام الفرع اقام له عده معارض في الكوت. ايضا اقمنا له في عده محافظات معارض، يعني اقمنا له معرض في الانبار مشترك مع مجموعه الاطفال. انا مسوي 19 معرض مال الفوتوغراف، فالمعارض اللي المهرجانات اللي اسويهن عن التصوير الفوتوغراف، فاللي يساعدني شو اسوي المهرجان بابا من مصروفي، فجمع فاسوي مهرجان ومعرض فيحضرها المحافظ مرات وبعدة أماكن مو مكان محدد. أكيد يعني الجمعية حضنت هذه الظاهرة يعني حالة قمر، ويعني أقامت له عدة ندوات، وأيضا حاولت أن يعني تشرك أعماله في عدة مهرجانات وعدة معارض عالمية. جميع معارضه واللي وصلت 19 معرض لحد الآن، جميعها من الجهات اللي هي تدعو لإقامة هذه المعارض. وأول معرض أقامه في جامعة بغداد كلية الإعلام. أنا أقمت 19 معرض، أول واحد كان بسنة 2009 وآخر معرض كان بسنة 2013. فأنا منها بتركيا في محافظة ماردين دار ثقافة الأطفال، كلية الإعلام جامعة بغداد، كلية العلوم بنات، والعديد من الأماكن. فاللي يساعدنا على هاي من أقيم المهرجانات من مصروفي اليومي، وبابا وماما يساعدوني، وأنا من أرجع من المهرجانات أنا فرحان ما أضوج، لأن أنا أحصل انتقادات هواي فأنا أصحح الغلط. هواية دروع هو حصل عليها قمر. الجوائز اللي حصل عليها كثيرة والحمد لله، بدت من جامعة بغداد وتقريبا انتهت بدولة الكويت، اللي هي منحتها الجائزة الأولى وشهادة تقديرية. فاز بالجائزة الأولى مهرجان مسابقة فوتوتوكس للإعلام للتصوير والإعلام 2010، ودزوا له الهدية من خلال البريد. فهاي هدية يعني ثمينة دولية تعتبر وعربية، وشهادات تقديرية يعني بالعشرات، ودروع درع الإبداع من جامعة بغداد، ومن جمعية العراقي للتصوير، من جمعية الثقافة للجميع، من تركيا، من مدينة ماردين التركية، بلدية ماردين يعني قام بها معرض هو، وانطوا القلادة وانطوا الشهادة.
ويعني كثيرة ما شاء الله الشهادات والدروع. دائما يراوينا صور ومن ثم ننطي يعني ملاحظات على هذه الصورة، ويعني نحاول أيضا إذا قمر يعني بدأ يعني تدرج بالدراسة بالتأكيد نحاول أن يعني نساعده في أن ننطيه تأييد أو ننطيه بأنه هذا موهبة متميزة ويقبل في معهد الفنون أو في أكاديمية الفنون، ومنا يعني يبدي يطور هو قابلياته. فلذلك يعني نحاول دائما احنا المصورين كجمعية ومن ضمنهم قمر أن نوجه المصور باتجاه اختيار موضوع ما وتخصص ما في مجال التصوير. صغير فبابا ذاك اليوم خلاني صعدت على كتاف بابا، فأنا أصور نفس اللقطة لأن كانت عالية اللقطة، فأخذ لنا إياها الصورة محمد كلش المصور. فأنا من أنا صغير إذا أنا صغير واللقطة شوي أكبر لازم أصعد على شيء عالي الله أقدر أخذ الصورة. لبسناه النظارات من عمره 5 سنوات، واكتشفناه شلون يعني قام راسه يوجعه أو فد شيء، أخذناه أنا ووالده فحصناه قال عنده قصر، سوينا له عملية صغيرة، لبس النظارات ما أثرت عليه ولا على التصوير ولا على أي شيء. الناس مرات يسمونه أبو 5 عيون، بس أنا ما أضوج من هذا اللقب، بالعكس أحبه، لأن ال5 عيون العيون مالات 2 والنظارات 2 والعدسة مال الكاميرا، فسمونه أبو 5 عيون، فأنا أحب هذا اللقب. أول مرة هنا علمناه عليها، بس بالليل ينزحها بعدين نتأقلم وياها وعادي. هسه من ينزحها لا يعني يدوخ أو هاي لين نتعود عليها. أنا أشوفه هو تحدي لضعف البصر اللي عنده من خلال التصوير، لأن التصوير راد لها عين قوية أو يعني عدسة مضبوطة من العين والعدسة الكاميرا، فاعتبره تحدي من عنده للحياة يعني من خلال التصوير. بابا وماما ودوني للدكتور، كنت أدوخ وهاي، فمن أركض أفحص، فودوني للدكتور مال عيون، فقال عندك قصر لازم نسوي لك عملية، فسووا لي عملية بالليزر، فقال لازم تلبس نظارات، الدكتور قال لي لازم تلبس نظارات، فأنا لبست النظارات. بالبداية كنت ما أحبها أذبها وهاي، بس بعدين تعودت عليها فقمت أحبها وما أقدر أذبها، والنظارات ما تأثر على الشغل مع التصوير، ما تأثر عليه. شفنا عندنا به ظاهرة جيدة وأعماله يعني بها مستوى يعني جيد، فلذلك احنا أخذنا قرار بأنه ننطيه عضوية شرف. هو حصل على عدة هويات انتماء إلى جمعيات التصوير أو الإعلامية، منها الجمعية العراقية للتصوير، تجمع فنانو العراق، وكذلك اتحاد الصحفيين العراقيين، وهي هاي من ضمن الهويات المهمة يعني يعتبر، لأن هو حاليا أصغر صحفي كذلك ومراسل، وعضوية مركز سلام الإعلامي الدولي، ووكالة أنباء السلطة الخامسة، ووكالات عديدة يعني تقريبا 7 أو 8 جمعيات وروابط التصوير. وهو مستمر يعني بحصد الهويات والانتماء، يعني هم مو سهل يعني من ينتمي لهي الجمعية، هذا فخر لنا وللجمعية كذلك. وآخرها كانت الهوية الصادرة من مركز الفوتوغرافي العراقي الدولي. الصور أوصلهن في عدة وسائل، منها الفيسبوك والقنوات والجرايد، فيلتقون وياي بالفيسبوك أنزلهن على الصفحة، فمن يلتقون وياي أطلع الصور اللي أنا ماخذهن فيصوروها، وبالجرايد أنزل مرات صور. فمن هاي
من هذه الوسائل أنا يعني كل الناس يشوفون الصور اللي أنا أخذها. وجدت دعوات من عدة قنوات، من عدة وكالات أنباء، وهو حضوره مستمر بشارع المتنبي وبالاحتفالات وبالمهرجانات، مستمر حضوره. فأثناء حضوره تصير لقاءات وتصير يعني توسعة في السؤال عن حياته ودعوات المعارض. هواي دورات يعني دعوا إلها وما قدرنا يعني نودي إلها أو ننمي موهبته، يعني حالتنا المادية ما تسمح. هواي يعني مو يعني ببغداد، بالشمال مثلا دزوا عليه، بأربيل ما قدرنا يعني نودي. قامت له عدة ندوات، وأيضا حاولت أن يعني تشرك أعماله في عدة مهرجانات وعدة معارض عالمية. القنوات يعني توالت على اللقاء به، وهو هذا فخر للعراق، يعني يلتقون به طفل فخر للعراق مو بس إله. منها القناة العربية وقناة الجزيرة ومنها مجلات واشنطن بوست ومجلة أمريكية يعني هم نشرت عنه تحقيق صحفي، وكذلك مركز حفظ التراث الآسيوي الياباني، هم من اليابان، بحثوا عنه بعد 15 عام يعني انقطاع عن العراق، فشافوا صوره منشورة ب 3000 موقع إلكتروني، فشافوا الصور منها صور الأطفال وصور شارع المتنبي عن الكتب والحياة الثقافية، فقرروا بعد الاتصال بالجمعية العراقية للتصوير أن يلتقون به في البيئة اللي هو ساكن بيها. شافوا نهر دجلة في محافظة واسط وسدة الكوث، فاتصلوا بينا عن طريق الجمعية واجوا شافوه، التقوا بي ورحبوا بي، وأقاموا تعاون بينهم وبينه من خلال إرسال الصور التراثية اللي تخص محافظة واسط بالخصوص والعراق عامة، ونطونا عنوانهم، وإن شاء الله بالمستقبل بعدنا مليها متعاونين وياهم. يعني هو كان هذا اللقاء اللي جاينا على مود، يعني بس يريدون يشوفون شنو هذا الطفل اللي يصور هيك صور يعني عن العراق. شو استفادين؟ استفادينا شغله معنويه يعني مو ماديه، لان هم شغلتهم ايضا حفظ التراث، فالتراث العراقي من خلال القمر يعتبر هو هذا يعني فوز كبير يعني كطفل. يعني عندنا ما شاء الله مصورين رواد وعباقرة في فن التصوير، واتخذوا من قمر أن يأخذون الصور التراثية، فهذا شيء كبير يعني هو هذا اللي استفاديناه يعني معنويا. اجا وفد من اليابان مؤسسة حفظ التراث الآسيوي، فأعطوني ملاحظات عن التصوير وهاي، فكان اكو مترجم يترجم لي اللي يحكوه، فأنا أخذت منهم ملاحظات هواي، فأنا قمت أصور وهاي، فأعطوني ملاحظات، فأنا قمت أصور على هاي الملاحظات. التصوير لأن التصوير يوثق عن الحياة، من ناخذ الصورة توقف الزمن، نعم، فمن يشوفوها الناس راح يفرحون، لأن أنا الصورة أنا هي مو راحت أنا ماخذها، فتبقى عندي أنا حافظها، فسوي بها معرض ويشوفوها الناس. نعم. اهتمام قمر بالفوتوغراف هو مواصلته للفوتوغراف، يعني مو مجرد رغبة فترة مؤقتة وانتهت، لا، متواصل في عملية الإنتاج، وأيضا يعني نوعا ما يعني اختلاطه مع المصورين تولد عنده ثقافة فوتوغرافية بحيث أصبح إنتاج مميز عن الآخرين. تعتبر الصور اللي التقطها قمر تعتبر كرسالة موجهة للجمعيات الإنسانية، لجمعيات الطفولة، المرأة، لأن تقريبا أكثر الصور اللي جاي التقطها عن الأطفال، عن المرأة، عن الوضع الاقتصادي في البلاد، وهو يرسلها الصور يعني لكل دول العالم، يعني من خلال الانترنت، من خلال الصحف والمجلات والمواقع، فهم يعني يرحبون بهيك الصور، فرسالته تقريبا وصلت، وعدة صور من لقطاته اعتمدوها بوكالات انباء، يعني ترتيبها ووضعها حلو يعني، فاعتمدوها يعني. من ياخذ هاي الصور يريد يعبر عن اللي بداخله، عن الأطفال اللي محرومين مثلا، أو اللي ما يعني أحد مهتم بيهم، فهو واحد من هاي الأطفال يريد يوصل صوته مو بس بالعراق، الخارج العراق للدول، يقول لهم إحنا عندنا أطفال كلهم عندهم مواهب، مو بس ابني،
كلهم عندهم مواهب بس شنو ما حد مهتم بيهم. فهو من خلال هاي الصور جاي يطلع المواهب والصور واللقطات اللي دا ياخذها. بالعراق ينقصنا شيء مهم جدا وهو التخصص. يعني لحد الآن لا توجد تخصصات للفوتوغراف، وإنما المصور الفوتوغرافي بالحقيقة يعني يجول ويصور الأشياء اللي يعني يشوفها أمامه تعجبه، لكن عملية البحث عن فكرة ما ويعني إغناء هذه الفكرة من ناحية الصورة يعني بعد لحد الآن. الدعم اللي داخل العراق او التشجيع من داخل العراق، بالبدايه المدرسه مالته يعني كان عندهم تعليمات من وزاره التربيه ممنوع الكاميرا تدخل المدرسه، لان هم ما عندهم مصورين بالمدارس وما شايفين يعني شيء جديد هذا، فمنعوه يعني حتى بعيد الطالب عيد المعلم المناسبات تصير بالمدارس منعوه ان يصور، وهو كان رغبته هيك يصور اصدقائه. فعرضناه على مدير التربيه، ومدير التربيه مشكور يعني قدم له الدعم المعنوي وامرهم او مثل ما تقولين بلغهم ان يصور براحته بالكاميرا، وهم استجابوا لهذا الشيء لان هي اوامر اداريه، استجابوا، وهو هسه باي وقت يقدر ياخذ الكاميرا يعني بالتنسيق ويا اداره المدرسه. وبالنسبه للدوله او الحكومه يعني للاسف مو ذاك التشجيع يعني مو ذاك التشجيع القوي يعني. ولو محافظ بغداد دكتور سلام عبد الرزاق بال 2009 انطاه كاميرا، شافه يصور بهاي الفيلم، انطاه كاميرا هديه وقال له بنت خرا بعطيك كاميرا ثانيه. وب 2010 او 11 تقريبا انطاه كاميرا ثانيه. هو هسه الكاميرات اللي يصور بها كلهم من محافظ بغداد دكتور سلام عبد الرزاق. ورئيس مجلس محافظه بغداد قبل سنتين خلاه يصور جلسات مجلس محافظه بغداد كتشجيع منه. عده مرات راح صور الجلسات، جلسه مجلس محافظه بغداد، ونشرها يعني من خلال تصوير قمر. هذا ايضا احس تشجيع ثاني، واحنا نتمنى ان يكون تشجيع اكبر يعني يعني هسه المعارض الخارجيه اللي نقيمها على حسابنا الخاص، يعني مو على حساب الدوله. وعرضت هذا الموضوع على عده اشخاص او عده جهات يرحبون بهذا الشيء، بس يعني يتوقفون لحد معين. نحاول يعني الاخرين ايضا نحاول ان يعني نطور قابلياتهم في ان نوسع معارفهم. وطبعا المعرفه التقنيه تحتاج اليها معرفه فنيه، لأن إنتاج الصورة تتعلق بجانبين، جانب تقني وجانب فني. الجانب التقني يحتاج إلى تطوير ويسعى يعني يدعم الجانب الفني، فيأتي الجانب التقني بالبداية ومن ثم الجانب الفني. لذلك احنا نحاول نطور قابلية يعني كل المصورين العراقيين بما فيهم قمر باتجاه تطوير يعني قابلياتهم التقنية والفنية، لأن الفنية تحتاج إلى اطلاع على أعمال مصورين ومعرفة يعني التكوين ومعرفة الكادر وكيف التعامل مع الضوء والظل واختيار الوقت، وهي كل هاي الأمور يحتاج طبعا يعني عالم التصوير الآن عالم واسع جدا يعني فيحتاج إلى تطوير. يعني قمر إذا بقي في هذه المرحلة يبقى مجرد يعني طفل ويمارس ويصور، لكن على المستقبل يحتاج إلى أن يطور قابلياته، وإحنا نسعى في هذا الاتجاه. أنا أحتاج هواية أشياء منها البطاريات، عدسة، فلاش، فما جاي أحصل عليهن. هو محتاج الدعم بأنواعه المادي والمعنوي، خاصة المعنوي يعني بالدرجة الأولى المعنوي، لأن تأثر على الجانب النفسي، وأنا أكد عليها يعني، لأن هو الجانب المادي ممكن أن من يومياته المصروفة أو إحنا نساعده وأقاربه أو المعنيين، بس الجانب المعنوي مهم جدا. هو أنا يعني مثل ما يعني أساعده باللي أقدر عليه يعني. وهو طفل يعني يا سبحان الله، من التقط له صورة يستجيب يوقف يعني، نخلص نقول له خلصنا يوخر. ففترة انقطاع الكهرباء قبل عدة سنين وهو طفل تقريبا 3 سنوات، من تطفى الكهرباء وين يروحون الأطفال عندنا يعني بداخل البيت؟ يروحون بالثلاجة، يعني يدخلون بالثلاجة يبقون على الهواء البارد اللي باقي فترة الظهر. فهو مخصص له مخدة وينام بيها، مو ينام يخفى يعني ينام على البرودة، يذب ملابسه وينام. فحبيت ان اوثق هذا الشيء والتقطت له صوره يعني هاي تقريبا 2 سنين هو على هالحاله،
يعني هو مو مشاغب ولا يعني وكح، ما عنده أي وكاحة، بس هو على مود الجو كان حار وينام بالثلاجة. إمام قمر بالفوتوغراف هو مواصلته للفوتوغراف، يعني مو مجرد رغبة فترة مؤقتة وانتهت، لا، متواصل في عملية الإنتاج، وأيضا يعني نوعا ما يعني اختلاطه مع المصورين تولد عنده ثقافة فوتوغرافية بحيث أصبح إنتاج مميز عن الآخرين. هو تأثر بي اعتيادي، لأن أنا مصور صحفي تأثر بي، بس هو هم نرجع للفطرة، لأن لو كانت بس التأثر يعني أخوه الكبير ما تأثر، أو أخوه الصغير ما تأثر، أخته الكبيرة ما تأثرت، بس هو تأثر. فحبه والفطرة يعني مهمات هي هاي الشيء، ويستجيب يعني من تقول له على التصوير أو تشجعه أو تحكي، يستجيب ويريد بعد ياخذ، ولحد هاللحظة يعني يريد ياخذ بعد يتعلم. يعني أنا شوية واقف بطريقة ببعض الأشياء، يعني أهم شيء الدراسة، فبالعطلة هو هسه يعني جاي يقوي شغلة التصوير. نعم، فانجمعت يعني الموهبة والفطرة. من يروح يصور هو ووالده، يعني انتظر فارغ الصبر من يجيني، يعني ماما أنا أخذت هاي الصور، وقبل لا يحمضها يشوفني إياها يعني بالكاميرا، اعطيني رايك هيجي. الله أني طبعا أشجعه وأفرح يعني، وأتمنى يصير مصور عالمي، مو بس مصور يعني وهيجي، ويوصل صوته لكل العراق الخارج العراق. يعني أفرح طبعا ابني، وأتمنى له الموهبة تنمي مالته وتشجيع يعني يكون من كل اللي يشوفه. أنا فخور بي يعني بأن هو يمثل العراق، مثله يعني بعدة أماكن، وفخور بي لأن المصورين تقريبا كافة المصورين في العراق يعني اللي أشوفهم هم يعني سعيدين بي ويشجعوه وينمون موهبته، ومنهم من يعني يعلمه شغلات التصوير كبداية ولحد هذه اللحظة، وأنا أشكرهم يعني جميعا. فنحاول دائما يعني نستمر بالتواصل مع قمر يعني دفعة باتجاه أنه يستمر بتطوير قابلياته، ويعني يصبح هناك ذو شأن على المستقبل إن شاء الله. أنا أحب التصوير لأن التصوير يوثق عن الحياة، وأنا أحب التصوير، والصورة اللي أريد أخذها